السلام عليكم، كنرحب بكم من جديد وكنتمنى ان هذا الفيديو كيف دائما يلقاكم بخير وعلى خير. اقتراحي في هذا الفيديو ان شاء الله نتقاسم معكم طريقه تحضير طاخت كتجي معلكه زوينه بزاف بنكهه ديال اللوز وكندخل فيها التفاح. طاخت زوينه في المذاق كتحمق. نتمنى انكم تكملوا الفيديو لاخره ونشوفوا المراحل وطريقه التحضير اللي كلها سهله وبسيطه. ما نطولش عليكم، ندوز نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نحضروا العجين المرمل اللي سبق لي وحطيتها في القناه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. اللي مكوناتها بسيطه فقط، ببيضه واحده عطاتني هذا صوبت بها جوج ديال لي طاخت. هنا باش الفيديو ما يجينيش طويل بزاف حاولت اني نقتصر المراحل. العجين هنا عندي جاهز، كيف ما يمكن لك انك تقدري تاخدي الجاهز وتخدمي بها، يعني هذاك اللي كيتباع وتخدمي بها باش تبقى هي قاعده ديال هاد الطاخت. صافي هنا غادي نحاول نلبس هذاك الطاخت هذيك العجين ديال العجين المرمل، نحاول اني نلبسها للقالب. كتختاري القالب اللي يناسبك سواء صغير او كبير اللي بغيتي، والشكل اللي كذلك اللي يناسبك. انا هنا خديت هذا الشكل شويه طويل، ممكن تخدمي بها دائري حتى هي مزيانه. صافي هنا لبست القالب وقديته. حاولي يعني السمك ديال العجينه ديال هذا ديال المرمل او صابلي او لا، حاول يكون حتى لا بات بريزي، حاول يكون بسمك رقيق ما يكونش غليظ بزاف. صافي هنا لبستها مزيان وغادي كما تبان لكم ناخذ فرشيط وغادي نتقبها كامله باش ما تنتفخش في اثناء الطهي في الطياب. صافي هنا تقبتها كامله ونخليها في الثلاجه. من بعد نكمل لها المراحل المتبقيه. المرحله التاليه ديال التفاح، كتختاري اما كديري التفاح واما البعويد اللي متوفر عندك واللي تناسبك، اي نوع تفاح عندك مزيان. صافي هنا غادي التفاح انا خدمت بوحده، غادي بحجم شويه كبير غادي نقشرها ونقطعها دوائر. بعد ما نكون طبيعه الحال زولت ليها القشره ديالتها غادي نقطعها دوائر، ممكن تخليها انصاف اللي بغيتي، كيف ما يمكن لك انك ديرها حتى المربعات، يعني كتبقى بحسب ذوق كل واحد. التفاح هنا انا بعد ما قطعته غادي ندوز في واحد المقيله غندير فيها شويه الزبده وغندير هذاك التفاح دوائر، وغندير معاهم شويه السكر وشويه القرفه باش نسمها. نخلي هذاك التفاح شويه يطيب لان ما كنبغيش نحس به في الطاخت. ملي تبغي تاكليها كنبغي هذا نطيبو ماشي بزاف، غير شويه دبال صافي كنزولو وكيولي جاهز. يمكن لك تعملي البعوي الا بغيتي، يعني حتى هو كيجي زوين بزاف. صافي هنا التفاح بعد ما حضرته خليته على جنب. غندوز نحضر المرحله الاخيره واللي هي داك الخليط ديال بحال شبه الكيك. غنخدم فيه عندي فيه جوج بيضات، 70 غرام ديال السكر سنيده، شويه الملحه وبطبيعه الحال شويه الفاني. صافي هنا غتخلطيهم مزيان وتطربيهم مزيان، اما غادي تطربيهم بيدوي هذا طراب عادي واما بالطراب الكهربائي اللي بغيتي واللي يناسبك. المهم انهم يتخلطوا مزيان ويتمازجوا هذوك المكونات كاملين، يعني طريقه تحضير الكيك العاديه. صافي هنا غادي نضيف واحد 60 غرام ديال الزبده دايبه، تكون دايبه، وواحد نصف كاس صغير ديال الحليب من بعد ما خلطت مزيان غادي نضيف واحد 80 غرام ديال اللوز عادي كتمسحيه بقشورو عادي، كتجبيه وكتمسحيه وكطحنيه حتى كيولي على شكل بودر كما تيبان لكم بقشره ديالو بكل شيء. وغادي نضيفهم وغادي نضيف معاهم واحد 60 غرام ديال الدقيق. الا بغيتي هذاك الخليط يجيك معلك مزيان في الحلوى ممكن تستغني على هذاك الدقيق وتكمليه لوز، يعني بحال غتخدمي ب 140 غرام ديال اللوز.
صافي هنا خلطت كل شيء وغادي نضيف واحد المعلقه غنسمه وواحد المعلقه ديال القرفه اختياريه الا بغيتي. كما تعرفوا القرفه كتواتى بزاف مع التفاح واللوز. ضفت هذاك شويه الماء، هذا معلقه صغيره ديال القرفه، ومن بعد غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه. غادي نخلط كل شيء حتى ينسجم الكل، وهكا غتكون المراحل كلها واجده عندي. صافي هنا بعد ما وجد عندي عفوا الخليط غنديرو في كاس اولا في اي حاجه اللي تسهل عليا اني نصبو في القالب. طريقه غير باش تبسط عليك الشغل وصافي. صافي نخليه على جنب ونجيب الطاخت ديالي اللي كانت في الثلاجه. غادي نشعل الفران، غنخليه يسخن مزيان نقاد الطاخت ديالي. التفاح بعد موجود، بعد ما اني طيبته شويه ماشي بزاف، بقى محافظ على الشكل ديالو، يعني كيبقى لك الاختيار، اما طيبي شويه اما ديري خضر اللي بغيتي. انا كنفضل اني ندوزو في مقيله. اول حاجه غادي تصفي هذوك التفاح كيف بغيتي، سواء صاف دوائر كيف ما بغات خاطرك. غادي تقدي هذاك التفاح فوق العجين، يعني طريقه سهله وواضحه. غتصفي بطريقه اللي تريحك. تقدري تقلي الكميه ديال التفاح اولا ديريها كامله، يعني هاد الطاخت هذه كتخدمي بحسب ذوقك. صافي هنا غادي نصب النصف ديال الخليط، ومن بعد غادي ندير شويه التفاح من الفوق، يعني بحال كديري على شكل طبقات. صافي غادي نكمل هاد الحليوه ديالي اولا الطاخت هذه غادي نقادها، وغادي نصب كذلك من الفوق خليط ديال الكيك اللي حضرت، وغادي نزينها من الجوانب باللوز. هذاك اللوز اللي كنت طحنت في الاول هو نفسه غنخلي منه شويه، وغادي نديرها من الجناب اولا من الفوق، يعني كتزيني كيف ما بغيتي. انا هنا رشيته من الفوق. كيف ما يمكن لك ديري اللوز ايفيلي لا توفر عندك، لوز كونكاسي اللي بغيتي واللي متوفر عندك، كيف ما يمكن لك انك تخليها بدون تزيين، يعني كتبقى بحسب ذوق كل واحد. صافي هنا غادي نزينها وغادي ندخلها الفران طيب على درجه حراره 180. الفران كتكون سخنتيه مسبقا، يعني تيكون سخون. صافي غادي تدخلي هذيك الطاخت ديالك طيب، ما كتاخذش وقت بزاف. انا خديتي تقريبا 20 دقيقه، ما بين 20 25 دقيقه، لان السمك ديال العجين المرمل كان رقيق يعني، وطبيعه الحال الكيكه دغيا تيطيب، والتفاح اصلا طيب شويه، يعني ما تاخذش عفوا وقت بزاف. وهذا هو الشكل ديالها بعد ما طابت وتحمرات، كتجي زوينه بزاف لا شكلا ولا مذاقا. ما تردوش انكم تجربوها. صافي كتسني عليها بعد ما خرجتها من الفران، تسني عليها حتى كتبرد وكتزينيها. التزيين كذلك كيبقى بحسب ذوق كل واحد. هنا غندير نرش واحد رشيشه خفيفه ديال السكر كلاصي من الفوق، ممكن ترشيها كامله، ممكن تدهنيها مثلا بالعسل وتديري اللوز، يعني التزيين كيبقى بحسب اختيار. من بعد غنكمل هاد الزين ديالها بعد ما درت سكر كلاصي. هذوك الحواف الجنيبات غادي نزينهم باللوز كما تيبان لكم، وهذا هو الشكل ديالها. دوك الحبيبات ديال اللوز درتهم حبات كارميليزي، كيجي الشكل ديالها زوين بزاف. وهذا هو الشكل الطاخت ديالي، نتمنى ان تعجبكم. كتجي معلكه، كتجي خفيفه، ما كتاخذش كذلك مكونات كثيره، يعني غير مكلفه ماشي بزاف. فقط هذيك اضافات ديال 80 غرام ديال اللوز هي اللي شويه زايده.
وما تبقى كله بسيط. وطريقة التحضير ديالها والمراحل ديالها كلها متوفرة، كلها سهلة وبسيطة. كانت هذه وصفتي، نتمنى ان تعجبكم وتنال استحسانكم، وكيف دائما غنخليكم على امل اللقاء بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم في امان الله، مع السلامة.